اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الوحده. اتكلمت معاكم قبل كده عن مفهوم العزله او حتى ازاي نعملها، لان احنا كبشر محتاجين ليها. واتكلمت معاكم برضو عن ازاي الانبياء كانوا بيتغمدوها وبيشوفوها فرصه مناسبه لمعرفه كل ما يدور حولهم. وفي من الانبياء برضو اللي عرف منهم ان في اله للكون، وبالتالي كان شخصية مرموقة وذكرت في القرآن كتير جدا. اول حاجة هتكلم معاكم عن الوحدة، لان طبعا هما ليهم علاقة ببعض. هنتكلم عن تعريف مختلف تماما للوحدة. رقم 2 هنتكلم عن موضوع الانبياء ومفهومهم للوحدة برضو. رقم 3 هل الوحدة بتختلف باختلاف معانيها او باختلاف مواضعها؟ هل معانيها مختلفة باختلاف مواضعها يعني؟ او نشوف المواقف برضو اللي تعرض ليها كل من الأنبياء وكل من الأشخاص اللي كانوا قبلنا. رقم 4 ودي هتبقى آخر حاجة، مقارنة سريعة بالوحدة الإنسانية والوحدة الخاصة بالأنبياء وإزاي نستخدمها كتنمية بشرية في حياتنا. تعالوا بدون تطويل أبتدي معاكم. يلا، أول نقطة، أول سؤال بيقول تعريف مختلف تماما للوحدة. هو تعريف مختلف هو الجلوس مع الذات باختياري أنا أو مش باختياري لفترة زمنية طويلة أو حتى قصيرة لاكتشاف خفايا النفس والعالم أجمع. وكمان هتكتشف مميزات نفسك في اللحظة دي أو في المدة دي. وكمان هتكتشف مميزات كل الأشخاص اللي حواليك أو حاجة معينة مثلا أنت عاوز تعرف مميزاتها أو ما يخص شيء معين. الوحدة زي ما قلت ممكن تكون موقف معين أو ممكن تكون فعل. مش هنقتصر أصلا على التعريف، ممكن كل واحد فينا يعرف الوحدة بطريقة مختلفة تماما عن التاني أو حتى بمجرد شعوره وإحساسه. رقم 2 مفهوم الأنبياء للوحدة. أظن إن احنا لو هنتكلم عن الوحدة في المواقف فمفيش غير بصراحة الأنبياء والأشخاص اللي كانوا قبلنا اللي هيعرفونا وهيقولوا لنا ازاي نتعامل مع الوحدة دي. لو جينا مثلا ناخد مثال السيدة مريم لما جالها المخاض وهي تحت جذع النخلة، وربنا سبحانه وتعالى قال لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. حتى في الموقف ده كانت لوحدها وهي اللي قامت عشان تهز النخلة وتساقط عليها رطبا جنيا. فبالتالي ممكن يبقى محطوط في موقف، ممكن الموقف ده يبقى يتطلب منه مساعدة جسدية زي ما حصل مع سيدة مريم، ان هي كانت لازم تقوم وهي بتولد علشان تهز النخلة فتساقط عليها رطب. فبالتالي الرطب دي محتاجة انها تتقود بيها او تاكلها علشان تبتدي تكمل حياتها او تكمل المسيرة اللي كانت هتعملها. فبالتالي الشخص لما يبقى وحيد بيعاني كتير قوي. ممكن نكون شفنا اشخاص تانية في حياتنا بخلاف السيدة مريم حصل لهم معاناة. المعاناة هنا هشرحها لكم في الوحدة الإنسانية، لكن هو في مع الوحدة الإنسانية بيجي معاناة لأن أنا محتاج أبذل مجهود، محتاج أقوم، محتاج أشتغل علشان أصرف على نفسي، محتاج أعمل أقوم أصلي وأنا عندي شعور بالوحدة أو أنا عندي موقف ممكن يكون الموقف ده موقف سلبي جدا. اللي عايزة أوصله لكم هنا إن ممكن الشخص فعلا يتعرض للوحدة بأي شكل وبأي طريقة، سواء كان بموقف أو حتى بأشخاص أو كان في الاتنين بموقف وبأشخاص، بس إن هو لازم يقوم ويعافر ويكمل. هو ده الحل الوحيد، هو ده الملجأ الوحيد اللي قدر حتى يخرجه بعد ثقته بالله من الموقف أو المشكلة أو حتى الوحدة اللي هو فيها. فبالتالي الشخص محتاج يبقى صبور وعنده ثقة بنفسه وثقة بالله. طبعا أنا عاوزة بس أقول كلمة هنا، علشان كده أنا حاسة ان انا اتجهت اتجاه سلبي. الوحدة زي ما فيها اتجاه سلبي فيها اتجاه ايجابي كتير جدا جدا، بس انا مش عاوزة اتكلم في الاغلبية عن الاتجاه الايجابي. احنا ممكن نكون اغلبيتنا عارفينه، انا هقوله طبعا الجانب الايجابي، بس انا حابة اركز على الخروج من الجانب السلبي اكتر، او حتى لما نبقى عندنا جانب سلبي مع الوحدة نقدر نتعامل معاه ازاي. السؤال رقم 3 هل يختلف معانيها باختلاف مواضعها؟ طبعا اكيد كل حاجة لما بتتغير او بتاخد شكل من الاشكال بتختلف. طبعا الكلام اللي انا هقوله ده بيندرج تحته الايجابي والسلبي. الوحدة في الموقف او في المواقف، الوحدة
مع الأشخاص، الوحدة مع النفس، الوحدة مع الله. ممكن تبقى الوحدة مع النفس تحمل المعنيين، تحمل المعنى السلبي والمعنى الإيجابي، لكن الوحدة مع الله بالذات في كل اللي أنا قلته ده يحمل المعنى الإيجابي. ممكن نبقى مع الله بطرق كتير جدا. ممكن نكون متصلين بيه بالصلاة، ممكن نكون متصلين بيه عن طريق صداقات. في حاجات كتير قوي بتميز التعامل بتاعنا والاتصال بتاعنا مع الله، وده اللي حصل مع الأنبياء كلهم. يعني مثلا في الوحدة أو التأمل بتاع سيدنا محمد، على فكرة الاتنين لهم علاقة ببعض، الوحدة والتأمل لازم يتعاملوا مع بعض. فلما راح علشان يتأمل في غار ثور، لقى ان في ملكوت كبير تاني زي السماء والأرض، وابتدى ان هو بيقول بعض الكلمات. انا مش عاوزة اخش في القصة قوي، بس انا عاوزة اوصل لكم فكرة الوحدة هنا مع النفس وصلت لله. طيب، مقارنة سريعة بالوحدة الإنسانية والوحدة الخاصة بالأنبياء، وده ممكن يبقى آخر سؤال. أول حاجة، احنا مش مختلفين، هم بشر واحنا بشر. المختلف هنا درجات ومراحل الوعي، درجة تقبلي للموقف ودرجة تقبله للموقف. مختلفين. ممكن في حاجة تانية برضو تبقى مختلفة مع درجة الوعي، الثقة بالله. الثقة بالله ممكن أكون أصلا المفروض إن أنا أقولها أول حاجة، بس أنا حبيت أقولها بعد درجات الوعي، لأن الإنسان محتاج يقوي ثقته بوعيه، ويقوي الوعي بتاعه، يقوي التأمل والتفكير بتاعه. وبعدين حاجة كمان خلتني أقول الثقة مع الله رقم 2، إن الثقة مع الله أو الاتصال بالله عموما ممكن ما يكونش محتاج مجهود قوي كده ابذله علشان اروح لربنا. يعني مثلا ممكن اتصل بالله بالشكل انا ممكن احدده، مش اسيب حتى كمان اللي قدامي يحدده لي، او الشخص اللي انا بطلب منه مساعده او بلجأ ليه يساعدني ممكن يقوله لي. ممكن اتصل زي ما قلت بالصلاة او بالصدقات او حتى بالصيام، اي وسيله او اي طريقه حابه ان انا اتصل بيها. ممكن اتصل بالكلام، انما اشكو بثي وحزني الى الله. ومش كان هنا البث والحزن سيدنا يعقوب كان بيعمله مع الله؟ ده كمان اتصال. نيجي بقى للثقه بالله اللي هي رقم 2، في هل احنا مختلفين ولا لا؟ اكيد طبعا هم ثقتهم بالله كانت قويه جدا، بس صدقوني لو جينا نشوف الثقه بتاعه الانبياء هنلاقي فيهم اللي اتصل بالكلام واللي اتصل بالانعزال. يعني سيدنا موسى كلمه الله على جبل معين في سيناء لمدة 40 يوم، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. يعني الاتصال كان مع الله لمدة معينة كانت 30 وأتمها ب40. يبقى سيدنا يعقوب تواصل مع الله بالكلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والاتصال هنا معناته إن أنا أبقى في حفظ الله ومعيته، في رقيه، في طبعا رقي الله، إن احنا يبقى عندنا سلام وأمان في الأرض. يعني احنا مش جايين هنا نعذب ونهان، بالعكس تماما. وسيدنا موسى طبعا في آية حابة أشرحها هنا بقى، عاوزة أسيب سيدنا موسى على جنب وأشرح الآية دي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. أظن يعني مفيش ثقة ممكن تقل بعد الآية دي لو حطيناها كده قدامنا ومشينا بيها طول حياتنا. تخيلوا إن طبعا كل واحد يتخيل إن الآية دي بتكلمه، تمام؟ وعلشان بقى الآية دي تكلمنا كلنا محتاجين نمشي بيها، احنا مسافرين بيها. فبالتالي مفيش خوف، مفيش قلق، مفيش أي نوع من أنواع الشك. الثقة بالنفس، النقطة رقم 3. الثقة بالنفس ليها ارتباط وثيق كبير جدا بدرجات الوعي. مثلا كمثال، يعني ممكن درجة الوعي بتاعي ترتفع لفوق، فالثقة بالنفس كأنها لمبة كده في دماغي، هوب تنور على طول. فلما اللمبة دي تنور أنا ثقتي بنفسي ارتفعت، بس بعد ارتفاع درجات الوعي. درجات الوعي الأول بالتثقيف والقراءة، بالفكر، بالجلوس والمكوس مع أشخاص معينة عندها فكر ونضج زي ما احنا عاوزين. رقم 4، ودي هتبقى آخر حاجة، الصبر. احنا محتاجين يبقى عندنا صبر
صبر كبير جدا. ممكن انا عارفة ان الصبر ممكن في اوقات كتير قوي بيبقى عذاب لينا، بيبقى مشقة، بس في آية جميلة جدا محتاجين برضو نمشي بيها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يعني مفيش كلام تاني ينفع اقوله بعد فإنك بأعيننا. يعني بصراحة ربنا مكرمنا ورفعنا ومخلي عندنا مخللنا درجات كبيرة قوي من درجات الكرامة وعزة النفس موجودة معانا. وبكده تبقى الوحدة الإنسانية بتاعتنا محتاجة تتصل بالأربع حاجات اللي اتصلوا بيهم الأنبياء. هشرحهم سريعا أو هلخصهم سريعا. أول حاجة، احنا مش مختلفين كبشر، بس المشكلة في اختلاف درجات الوعي اللي محتاجين نرفعها ونعليها. رقم 2، الثقة بالله، ونزود الاتصال بالله بأي طريقة أو بأي شكل احنا عاوزينه. رقم 3، الثقة بالنفس. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ممكن تشوفوا الآية دي لها علاقة شوية بالثقة بالله فقط، بس محتاجين برضو نشد الهمة ونشد العزيمة واحنا واقفين قدام أي شخص له هيبة وله مكانة، أو احنا خايفين منه، نبقى واقفين ومشدودين كده، مش بنترعش وعمالين نتهز. لأ، سيدنا موسى كان واقف قدام فرعون اللي كان ليه وقتها ملك مصر كلها، لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. تخيل. رقم 4، الصبر. محتاجين يبقى عندنا صبر شديد، محتاجين يبقى عندنا صبر قوي شوية، محتاجين يبقى عندنا طولة بال ونعرف ان احنا في حفظ الله. لحد هنا يبقى الفيديو خلاص. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تحطوا لي لايك لو الفيديو عجبكم. اشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.